مرحبا لي، الله يسعد مساكم كل خير. نمت نوم اللهم لك الحمد زي الناس. الحين متجه للوالدة وجدتي في تنومة من أجمل الطرق إلى قلبي، طريق أبها النماص. أبها الطائف كلها نفس الطريق تؤدي للطائف، تنومة، النماص، سبت العلاية. دعواتكم وصوب السلام. علي الله لا تقطع الأخبار من يامه اللي ذبحني وغرقا. ناس تسأل الله يجعلني فداهم يقولون من معك؟ معي الله سبحانه الحالي، بس ما عليكم خويكم ذيب. أوه هذا هو. حلو، شايفين الجو؟ شايفين الضباب اللي بدخل فيه الحين قدامنا؟ الله يجعلني يا لبيه. الساعة 4 ثلث العصر. طبعا قبل لا أصور لكم إذا دخلت في الضباب ما ناقص لي حاجة واحدة في اللحظة هذه. يا مستشاري وينك؟ معاذ الجماز مكانك فاضي، الله يجعلني لبيه. هذا هو الضباب، برد بشكل خرافي. شوف السيارة في الشارع الثاني يلا تشوفها. الله يجعلني. أبوي وأخوي محمد طبعا يعشقون هالأجواء، الله يجعلني في درجولهم. ما لكم إلا نظر، الله يجعلني في داكم. شوفوا الضباب، شوفوا سعة الصدر. حسرتي يا وجودي يا كسر قلبي يا معاذ. طبعا اللي لكم مني اني اخذكم في جوله كانكم معي، سواء في الطريق اللي انا رايح جدتي او في البيت حق جدي او في الوادي حقه. حلو، اوكي يا ابو كاتم. ايوه أنت أجمل وأحلى شيء أرسلت على ظلام من سكن وسط روحي أمي أغلى في شرف الكون عرض. مناسبة أنا في بالأسمر الحين، تحية لجميع الأسامرة، الله يجعلني فداكم. السلام نظر، والله ما حد يقوم مكانه. عندي موضوع بقوله لكم لأن جتني أسأل عنه كثير، يقولون كيف تروح لأمك؟ يقولون حلو هذه حفرة بسيطة جميل. يقولون كيف تروح لأمك وأمك في الرياض أصلا؟ الموضوع وما فيه السنوات الجاية، الموضوع ما فيه بصري انت فيها. أن أمي تبغى تروح عند جدتي من قبل لا يبدأ زد رصيدك، بس ضيق الوقت خلاني أأجل الموضوع. قلت يمه لين ينتهي البرنامج بإذن الواحد الأحد. أكثر من مرة قلتها مع الأستاذ عبد الرحمن الفراج أبو أسيل في المطبخ، أفضل يمكن نطبخ. قلت إنه إن شاء الله بعد البرنامج على طول بودي أمي عند جدتي لأنها تبغى تروح لها من قبل لا يبدأ البرنامج. انتهى البرنامج، طلعت زحمة وشغل ومواعيد وكذا، لكن ما في بالي إلا والله موضوع واحد، ووعدي لأمي إني أوديها عند جدتي بعد انتهى البرنامج بإذن الله. أول يوم طلعت بعد البرنامج حجزت أنا والوالدة يوم الأربعاء الساعة 11 صباح. ركزوا، الأربعاء 11 صباح. خالتي قالت بروح معكم، قلت من عيوني، هذه قبل هذه. رحت أنا وخالتي وأمي وأخوي عزوز، أحبك كل العالم. طلعنا ليوم الأربعاء الساعة 11 الصباح. طبعا ما صورت في السناب ولا قلت شيء. أول شيء معي أمي وخالتي، وما ودي والله أسبب إحراج لهم بالناس، إنه الجمهور يحبني وأنا أحبهم وأموت فيهم، بس لو صورت أنه يقابلك محب لك وترده في نفس الوقت معك أمك وخالتك فيها إحراجات. سكت ولا قلت شيء. طلعت على رحلة الساعة 11 الصباح. والله العظيم إنه صادف الحجز بدون أي اتفاق، رحلة العيال في الليل اللي هو فارس وظافر وخالد حامد. وصلت مطار أبها، استأجرت سيارة الظهر أمس، ووجهت على تنومة، نزلت أمي وخالتي وأخوي عزوز، ورجعت أبها المطار عند العيال. دخلنا في استقبال واحد، هذا الموضوع من طقطق إلى السلام عليكم. حتى يمكن فقدتوني في مطار الرياض اللي ما صورت مع العيال. استقبال واحد، وأمس الله يبيض وجيهكم ويجعلني يفدى كل من استقبلني وسلم علي. بس سبحان مصادف الموضوع إني ودي أمي واستقبال العيال في نفس الليلة، عصفورين بحجر. عزوز أخوي وين الحين؟ أنا أحبك كل العالم، بيت جدتي. دق علي أمس أشغلني، تعال وينك؟ لأن ما في إلا أمي وجدتي وخالتي، يعني ما في ناس يلعبون. تبغى التوفيق والسعادة وسعة الرزق ومحبة الناس اللي ما تنشرب ثمن، والله أنت تفتح لك أبواب ما كنت تظن يوم من الأيام أنها تنفتح، بس بر في أمك وربك ييسر لك كل شيء. يلي توعدني ما لهنا بشكي علي مدى الليالي خليت لي طيفك
ضحكك ولباك زرعت في قلبي محبة. هذه تنومة. وصلت اللهم لك الحمد على سلامة الوصول. الله يجعلني يديرة اخوالي. ناس تسأل تقول المسافة بين أبها وتنومة قريب. لا والله ما هي بقريبة، حول 130 كيلو. لكن نزالي الأمي في تنومة بر فيها ورجوعي محبة لكم. شخص يحب زياد يتمنى انه يقابله، والله العظيم انها تهون في عوني كل المسافات حتى لو لقيت فيها انا التعب. لكن محبتكم انتم تاج على راسي، وراحة اللي يحبكم والله انه راحة. كذا انا امس نزلت امي وخالتي واخوي عزوز ورجعت على طول لابها علشان استقبال المطار. في عيوني وكلي فدا لعيونكم. شرفتوني الله يعزكم، ومرحبا لي مليون فيكم. الله لا يهينكم، الله لا يهينكم. معك في شر ولا في قدح، معك في شر ولا في قدح، أنا معكم في شر ولا في قدح يا أغلى جمهور.